طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمرة التانية. طبعا ده الجزء التاني من الفيديو، لان الفيديو فعلا كان طويل فعملته على جزئين، وانا قلت اللي شاف الجزء الاولاني لازم يشوف الجزء التاني لان ده بيكمل ده. وعايزة اقول لكم يلا بينا نشوف البني ادم النرجسي ازاي تعرفوا انه نرجسي. يلا بينا. أقول لكم حاجة كمان مهمة جدا، لو انت جيتي اتكلمتي او انت جيتي اتكلمت عن انجاز انت عملته، لا مش بيسمعك، ياخدك في حتة تانية خالص. يعني مثلا انت بتتكلم على انجاز انت عملته، انا مثلا انا النهارده عملت كذا 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 ورحت مع ولادي وجبت لهم كذا يروح ايه اللي قاعد، الشخص التاني اللي قاعد يروح ايه ناخدك في حته تانية خالص، يفتح موضوع تاني بحيث ان لكل اللي قاعدين لا ما تلفتش النظر ليكي يا حبيبي، انا اللي موجود. فاهمه انتي او انت فاهم اللي بتشوفني؟ طبعا دي بتبقى حاجه صعبه جدا. يعني مثلا كل ما تتكلمي تلاقي حد بلعك الكلمه او حد مثلا سكتك يعني عايزه اقول لكم ده والله العظيم بجد. يعني انا هقول لكم حاجه، انا مش جايبه الكلام ده من دماغي ولا انا ببتكر ولا بخترع. انا قبل ما بتكلم في اي موضوع لازم وحياة ربنا لازم اقرا عنه كويس جدا. وبعدين ما بجيب مثلا حاجه، اي فيديو، ما بجيبش فيديو حد بيتكلم، لازم بجيب عن دكتور مثلا في الصحه النفسيه، دكتور في مثلا في اسمها ايه في اي يعني المواضيع دي انا بجيبها فيديو وبشوفها وبسمعها مش من اول دكتور. يعني ممكن واحد واثنين وثلاثة علشان اربط الاحداث ببعضها الاقي كلام واحد. فانا مش بتكلم كلام بايلك كده، لا انا لازم بتكلم صح علشان المعلومة بديها لك او الحكاية اللي بحكيها لك تدخل دماغك وتثبت وتثقي كل الثقة اني انا اكيد مش هضرك ومش هقولك حاجة مش حقيقية. وعلى فكرة الكلام اللي بقوله ده كلكم اكيد مركزين فيه وعندكم الناس دي كتير، يعني اكيد. وهقول لك حاجه، ممكن يعني انا بتكلم ممكن اكون انا عندي مثلا نرجسيه، ممكن يكون عندي نرجسيه عندي نسبه بس انا ما اعرفش. لاني هقول لك حاجه كمان، النرجسي ما بيعرفش ان هو نرجسي، ما بيعرفش ان هو نرجسي، دي مشكله. انا بتكلم على انك انت بتتعاملي مع حد فهو الحد ده بيعمل واحد اتنين تلاته، لا يبقى كده ايه داخل كده في النرجسيه. مش مثلا بيتكلم عادي جه مره قال انا جبت كذا عملت كذا ده يبقى نرجسي، لا مش عارف ايه، لا مش كده. بيبقى في حاجات كتير بتعرفك البني ادم ده نرجسي. وهقول لك حاجه، في كمان من ضمن الحاجات بيحس الناس بتبعد عنه، بيبتدي الناس تتفرق وتبعد عنه، هو مش عارف الناس بتبعد ليه، هو مفكر ان بيبعد علشان هو شايفك انت احسن منه او انت احسن منه، فالناس بعدت عني. ايوه علشان انا احسن، لا انت فكر ان الغلط دلوقتي او المشكله تبقى عندك انت. طالما واحد واثنين وثلاثة واربعة كل الناس اللي حواليك بدأت تبعد عنك، مثلا في شغل مثلا في شركة او حاجة وليك اصحاب اول ما دخلت الشركة بدأوا ايه واحد واحد يبعد، او في اي مجال يعني مش شرط الشركة، في اي مجال بدأ واحد واحد يبعد واحد واحد يبعد. فانت تقول ايه؟ اه ده هو عشان شايفني احسن منه، لان هو لما بيجي يتكلم معايا ما بيعرفش يتحاور معايا، ده مش عارف ايه. لا يا حبيبي او يا حبيبتي، هو الناس بعدت من حواليكي او انت الناس بعدت من حواليك علشان انت هو حاسس انك انت نرجسي. فانا مش معقول هقعد معاك طول الوقت تتكلم عن نفسك وعن انجازاتك، لا في حاجات تانية كتير مهمة جدا. بس هقول لكم برضو النرجسي عنده حاجة، بيبقى حساس زيادة عن اللزوم، حساس جدا جدا جدا. يعني مثلا ما بيحبش حد ينتقده، ما بيحبش حد مثلا يقول له انت عملت كذا او انت سويت كذا، ومجادل جدا، مجادل يقعد يجادل. وحاجة تانية مثلا انتوا قاعدين مثلا وقاعدين بتتكلموا في حاجة، تحس يعني ممكن يتكلم في حاجة واحدة بس طول القعدة، هي حاجة واحدة بس بيعيد ويزيد فيها بكل الطرق. يعني تحس ان هو عايز القعدة ليه هو، وتملي بيبقى صوته يعني تحس صوته عالي، يعني صوته يعني بيلفت الانظار. يعني مثلا يبقى مثلا قاعد كده يروح قايل كلمه بصوت عالي، يقول مثلا اقول لكم زي ايه، مثلا صلى على رسول الله، فكل الناس هتقول ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فكله انتبه للشخص ده. او مثلا قاعدين في احلى قعده يروح جاي مثلا عامل ازاي قاعد عامل كده، فالكل هيقول له ايه خير مالك. فطبعا ايه الحوار اتقلب عليه هو مش على حد، عليه هو. او قاعد مثلا ايه ماسك دماغه كده، طب ماسك دماغك في ايه؟ عندي حبه صداع اصلي كذا وكذا 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 وكذا.
موال بقى كبير جدا، والناس كلها بتصدق، والناس كلها تعبانه، والناس كلها مرضانه، بس اللي محدش بيتكلم بيقولك الشكوى لغير الله مذله. فده برضو من ضمن الحاجات. ماشي. ومتهيألي اتكلمت انا في الحته دي برضو، اللي هو يحب يحول الكلام عليه. يعني مثلا هو لو في اي حاجه اصابه صغيره، مثلا بيركب برواز مثلا، فبيدق بالمسمار، جات الخبطه في ايده، هيبقى الموضوع انا ايديا انا مش عارف ايه انا ايه. لو انت ماسك تتكلم عن نفسك او عن حاجه حصلت معاك، لازم يحول الموضوع على نفسه هو. ده اساسي اساسي اساسي، يحول الموضوع على نفسه هو. يعني مثلا انت قاعد بتتكلم تقول ايه؟ ده انا والله صحيت النهارده بدري ورحت وديت ولادي المدرسه، وبعد ما جيت من المدرسه طبعا احنا قعدنا اتغدينا وجبتهم طبعا المدرسه واضطريت اوديهم الدرس. يروح الشخص التاني قايل لك ايه؟ ده انا والله ده انا قاعد مطبق علشان خاطر انا ولادي بيذاكروا الامتحانات ومش الامتحانات، ده انا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل، يجيب لك حاجه ايه اعلى شويه من الليفل اللي انت بتحكي فيه. تيجي مثلا تقول ايه اي حاجه تعب بقى، يقول ايه؟ اصل انا ضفري اتكسر وحصل فيه مش عارف ايه وايه وايه، والموضوع يكبر، يعني الموضوع يكبر. او مثلا يقول اي حاجه، المهم يلغوش على كلامك. انا اللي موجود، اوعى تفكر تاخد مني القعده. بتكلم بجد، اوعى تفكر تاخد مني القعده، انا ثم انا ثم انا. ففي ناس كده بتبقى حوالينا واحنا مش حاسين. انا الحمد لله رب العالمين، يعني فعلا انا ما عنديش الكلام ده، الحمد لله رب العالمين ما فيش الكلام ده. بس انا بتكلم لاني انا حد طلب مني ان اتكلم في الموضوع ده، عشان كده اتكلمت. وفي مواضيع كتير تانية حلوه قوي 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 هنتكلم فيها تاني. و... ونرجع ونقول برضو وهقول لكم حاجه كمان. يعني مثلا موضوع الصور والسوشيال ميديا، يعني مثلا بيحب يصور نفسه، منين ما يجيب طقم جديد اساسي يصور نفسه بيه، اساسي. يعني يا جماعه عندي هدوم كتير، اقعد فكروا الطقم ده هو واحد. لا، ده انا عندي كتير، يعني من غير ما يتكلم هو بالصور. كل طقم جديد بصوره. ده بالنسبه للرجاله. بالنسبه للبنات طرحه جديده، روج جديد، مش عارف ايه، لازم يتكلم عنه. الوقفه نفسها بتاعه النرجسي في الصوره بتبقى مختلفه. تحس الوقفه ليها وقفه معينه. يعني مثلا ايه؟ يتصور كده، يتصور بتعالي، يعني انا مش عارفه اقلد قوي، بس بتعالي اللي هو رجل على رجله، واللي هو الظهر المفروض وكده. لا، انت ممكن تصور صوره عاديه جدا وتبقى قمر 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 خالص، تبقى جميله، بس من غير التعالي. يعني احنا مش في فيلم ابيض واسود عشان تتصور مثلا حاطط رجل على رجل وعامل كده، مش عارفه اقلد اللي هي الحركه دي اللي هي على الركبه مثلا، وتبقى عامل كده. او مثلا قاعد في قعده عاديه، قعده عائليه، تبقى حاطط رجل على رجل وعامل لي كده اهو، وحاطط ايديك الاتنين كده على ركبتك كده، على ركبتك مثلا، وبتتكلم وانت عامل رقبتك كده. فانت بتتكلم كده ليه؟ انت بتتكلم مع اهلك ومع ناسك ومع اخواتك ومع عيالك فانت ليه بتتكلم كده؟ وفي حاجه كمان كنت عايزه اقولها، ايه يا ربي؟ غيور جدا، غيور جدا جدا جدا، بيغير كده من الهوا. يعني مش بيغير على زوجته او على خطيبته، لا بيغير، ما بيحبش حد يكون احسن منه. يعني يا ويلك يا ويلك لو انت جيت بتحكي حاجه، انا هعمل كذا وانا هسوي كذا، تلاقيه هو بيغير، يعني من جواك كده في غيره كده واكلاه، مع ان انت مالكش دعوه خالص بالموضوع. انت مالك؟ انت نرجسي، خلاص احنا عرفنا ان انت نرجسي، بس انا في حاجه دلوقتي انا بتكلم فيها، انا هعمل كذا واسوي كذا. مش لازم تقول حاجه قصادها، مش لازم تقول حاجه قصادها، مش لازم. او ما تبقاش قاعد عمال تغل 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 وتقعد تبعده عن الموضوع اللي هو عايز يدخل فيه، او الحاجه اللي هو عايز يعملها بتبعده. والغل ده للاسف للاسف هو ده اللي بيجي منه الحسد، اللي هو بيقول لك ايه؟ مثلا واحده، ساعات بيبقى ناس غصب عنهم، بيبقى في ناس بسطة، دي انا اتكلم برضو فيها، في بيبقى ناس بسطة مش مرضى ولا اي حاجه، بس يبقى غصب عنهم بيحسدوا ازاي؟ يعني مثلا انت بتتكلمي عن حاجه فجاه هي بتتمناها او هو بيتمناها، فالحاجه تبوظ. فدي حاجه ودي حاجه اللي بتكلم فيها، بتكلم عن النرجسيه. يقعد يغل اللي هو ممكن يعمل لك مكيده، والله العظيم 3 وحياة ربنا ممكن يعمل لك مكيده، هو متغاظ منك، انت مش احسن مني. اوعى تفكر انك انت لما هتعمل حاجه انت هتبقى مختلف عني، لا ده انا احسن، انا اللي جبت كذا الاول، انا اللي عملت كذا الاول، انا اللي اشتريت كذا الاول، انا اول حد جبت كذا، انا اول حد دخل بيتي فالحاجات دي كلها نرجسيه، وانا عملت وانا سويت. ما تحكي على الحاجات، على اخطائك كمان، من ده على ده، اعمل كده ميكس، ما يبقاش انت حياتك كلها انك انت مفيش غلط، يعني انت ما عندكش خالص غلط. ده هو الرسول عليه الصلاه والسلام بس هو الا معصوم من الخطا، احنا خطائين. يعني هل انا ما عنديش عيوب؟
يعني بص قطعا يعني اكيد انا عندي عيوب، اكيد عندي، مفيش حد ما عندوش عيوب، بس انا بتكلم على حته انت نرجسي فانت مبين اللي حواليك. فانت يعني انت ايه، خد بالك. يعني لو حد عنده الصفات دي وحاسس ان هو عنده الصفات دي ممكن يقنن منها لو يقدر، مع ان بقول في اول الفيديو ان نرجسي ما بيعرفش ان هو نرجسي، بس يمكن حد يلفت نظره الفيديو ويعني ياخد باله من طريقته كده ومن كلامه. وانتي برضو وانت خد بالك من الناس اللي حواليك، ولو نرجسي سيبه يعيش حياته، والله العظيم سيبه يعيش حياته، وسيبه يعني يركب الترند عادي، ايه المشكله؟ في بني ادم بيبقى واثق من نفسه، يعني حد واثق من نفسه مش مشكله. انت بقى خليك نرجسي من هنا لبكره، لبعد بكره، للسنه اللي جايه، انا عارفه نفسي ايه. فانت هتخش معايا في جدال، لا انا هسكت. هتيجي تقول انا وانا قول، اهم حاجه الفعل مش الكلام، صح ولا لا؟ واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد في قناه يوميات اسماء عجلي. ولو عايزين اي موضوع تاني اتكلم فيه قولوا لي برده في كومنت، وهسيب لكم اللينك في الوصف، لينك الفيديو بتاع التوحد، مهم جدا جدا جدا. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد في قناه يوميات